we're being controlled by something. Here we go. المشهد اللي قدامك ده من اكتر المشاهد اللي بتثبت لك ان فيلم سبايدر مان الجديد هيبقى الاعلى ايرادات في التاريخ. وده ليه بقى؟ عشان الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة، وده اهم حاجة لو كنت عايز تعمل فيلم ضخم. لاحظ معايا هنا اننا لو زومنا جوه عين بيتر هنشوف السلاح وهو بيتحرك قدامه. انت متخيل الناس واصله لفين من التركيز في التفاصيل؟ خد عندك كمان تفصيلة تانية جامدة في نفس المشهد. برغم ان المشهد سلو موشن، لكن فريق المؤثرات البصرية ما نساش انه يخلي شعر بيتر يتحرك نتيجة الهواء المندفع من قوة السلاح وهو بيترمى. انت متخيل الدقة في التفاصيل واصلة لأنه مرحلة؟ ما بالك بقى بالباقي. اما الاعلانات الجديدة اللي نزلت للفيلم ففيها تفاصيل جديدة جامدة قوي، لاننا بدأنا نشوف مشاهد اكتر من فايت سبايدر مان ضد سافيج هالك، وبنعرف ان البانشر كمان موجود في قلب الاحداث وفي قلب الفايت دي. والاكتر من كده ان كل اعلان جديد بينزل بيكشف تفاصيل صغيرة جديدة، لكن لما نجمعها كلها مع بعض بنبدأ نفهم شكل الفيلم هيكون عامل ازاي. فتعالى نعمل واحد ميني بريك داون للاعلانات الجديدة دي ونشوف بتقول ايه كده. وسمي الله في قلبك وصلي على النبي، ولا تنسى اللايك المتين والسبسكرايب الجميل وعيرني انتباهك. حبيب قلبي عامل ايه؟ خلينا نمشي اعلان ونشوف كل التفاصيل الجديدة. Hi, my name is Peter Parker. We used to know each other. But the truth is, I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man. God, that's cool. Here we go. And sometimes, Spider-Man has to do the hard thing, even if it breaks Peter Parker's heart. Let's end this on a high note, huh? أول لقطة بتبدأ ببيتر باركر وهو راكب المترو وبيكون باصص قدامه، وبعديها على طول بنشوفه جوه شقته وبنشوف الأجهزة اللي بيستخدمها اللي من ضمنها الفابريكيتور ده. وطبعا باين إن ده الجهاز اللي عمل بيه البدلة اللي احنا بنشوفه بيها في الإعلان، وده معناه إن البدلة اللي شفناه بيها في آخر نو واي هوم واللي كان عاملها بماكينة خياطة إنها أكيد اتقطعت. بس ده مش معناه إن البدلة الجديدة مختلفة عنها، لأ، الفكرة إنه عمل عليها تعديلات مش أكتر، إنما هي نفس البدلة. بعدها بنشوف لقطة تانية لبيتر وهو قاعد على الكنبة وبيستخدم التليفون، وساعتها بيكون بيتابع نيد وام جي. ولاحظ معايا هنا انه لابس نفس التيشيرت اللي كان لابسها وهو راكب العربية مع توني ستارك في سبايدر مان هوم كومينج. ولو بصينا تحت شوية هنلاقي ان في علبة بيتزا ليتل سيزر، ودي طبعا مش موجودة هنا بالصدفة، لان الشركة فعلا داخلة كشريك دعائي للفيلم. وطبعا دي مش اول مرة ليتل سيزر تتعاون مع مارفل، وشفنا التعاون ده قبل كده في فيلم فانتاستيك فور. بعد كده بنشوف سبايدر مان وهو بينط من مبنى تابع للدي او دي سي، بس المرة دي هو ماسك جهاز الشوكر، وده نفس الجهاز اللي استخدمه الشوكر في فيلم سبايدر مان هوم كومينج. بس يا ترى وصل لبيتر ازاي؟ هبقول لك بس مش الفيديو ده. المهم ان بعديها المعركة بتدور يا ريس. الهالك لسه في المرحلة اللي حجمه فيها اصغر، لدرجة ان البنطلون لسه على رجليه، والسويت شيرت الازرق لسه ما اتقطعش اهو. وبنشوف ان الهالك ما شاء الله عليه بينط فوق سبايدر مان، وفي نفس اللحظة بيتر بيشد البانشر بالشبكة من على الارض عشان فرانك يقدر يضرب الهالك بالبندقية من تحت. ولو ركزت في المشهد هتلاحظ ان فرانك بالفعل صاب الهالك كذا مرة، واحدة في منطقة البطن وكمان طلقة واضحة في ايده. بعدها بنشوف لقطة جديدة لواحد من افراد منظمة ذا هاند وهو بيرمي نجمة النينجا ناحية بيتر، وبيتر بيتفاداها بسهولة، وده غالبا هيكون بعد ما قدراته الجديدة بدأت تظهر. بعدها على طول بنشوف بيتر من غير الماسك ومحاصر بالكامل وسط مجموعة من افراد ذا هاند، والكلام ده بيكون جوه السجن اللي لحد دلوقتي مش عارفين بيتر دخله ليه. والاعلان بعدها بيرجع تاني لفايت الهالك. سبايدر مان بيستخدم جهاز الشوكر وبيحاول يوجه ضربة الهالك، ولو وقفنا اللقطة دي هنا هنلاحظ ان الهالك اصلا كان مربوط بالشباك في اجزاء من المبنى اللي اتهدمت وبيحاول يفك نفسه منها، وبمجرد ما بينجح بيمسك جهاز الشوكر بايده ويكسره. وده معناه ان المشهد ده غالبا بيحصل بعد اللقطات اللي شفنا فيها سبايدر مان والهالك بيتخانقوا قدام المبنى، لان في الاعلان التاني كان الجهاز لسه سليم. ومن التفاصيل الحلوه في التي في سبوت ده ان في لقطه الهالك وهو ماسك سبايدر مان لا مؤاخذه من ورا، مجرد صباع الهالك مغطي تقريبا كتف بيتر بالكامل، وده بيدي احساس بضخامه الشخصيه حتى من غير ما نشوف جسمه كله. بعد كده بنشوف حوار بيدور ما بين سبايدر مان وفرانك كاسل ذا بانشر. Go home, Frank! You can
contain it. I go find the source. I take it down. You got it? Are you just trying to get out of fighting the Hulk? I guess so. وهنا فرانك بيقول له انت احتويه وانا هروح الاقي المصدر واوقفه. وسبايدر مان بيرد عليه انت بس بتحاول تهرب من فايت هالك. وفرانك بيقول له يمكن. الكلام ده بقى مهم جدا يا كبير، لان معنى كلامهم ده ان في مصدر هو المتسبب في تحول بروس بانر لهالك. احنا كنا متوقعين قبل كده ان السبب هو الجهاز اللي بيلبسه بروس في ايده واتكسر، لكن الحوار هنا بيدل ان في شخص او كيان واقف ورا كل اللي بيحصل. ايه السسبنس ده؟ ما احنا كلنا عارفين ان الكيان ده هو سيدي سينك في دور جين جراي، واكيد هي على علاقه مباشره بالموضوع ده، سواء كانت المتحكمه في بروس او هي نفسها مصدر القوه دي. وفي لقطه تانية بنشوف هالك وهو بيزعق، والاول مره تقريبا نقدر نشوف تفاصيل قريبه جدا جوه بقه. اللوز نفسها واضحه، وده يوضح قد ايه مستوى المؤثرات البصريه في الفيلم وصل لدرجه كبيره من التفاصيل، زي ما انا عايز اثبت لك كده، لدرجه اني دخلت في عين بيتر ودخلت في بق هالك اللي انا بقوله ده. المهم في نهايه الاعلان بنشوف بيتر بيرفع الماسك عشان يشرب قهوه، وفرانك بيبص له باستغراب وبيضحك، وواضح ان بيتر لسه بيحاول يخفي هويته قدام البانشر. وفرانك طبعا بيضحك لانه اصلا شخصيه معروفه وهويته مكشوفه للناس كلها، وهو ولا فارق معاه اي حاجه من الكلام ده. واللقطه دي بتحصل على سفينه البانشر، وده يعتبر مكانه الجديد اللي مقيم فيه، وده نفس المكان اللي بيتر وداله فيه ام جي. وفي تي في سبوت لسه نازل شفنا نيد وام جي متجمدين بالكامل، ودي تعتبر نفس حاله الشلل اللي بتسببها شخصيه سيدي سينك اي كي اي جين جراي. ولو ركزت اكتر هتلاحظ دمعه بتنزل من عين ام جي وهي مش قادره تتحرك. وفي نفس الاعلان بنشوف مصدر الموجه اللي خارجه من منشاه الدي او دي سي الموجوده في روزفلد ايلاند، ودي تعتبر اقوى لقطه لحد دلوقتي بتدعم نظريه ان سيدي سينك فعلا بتجسد شخصيه جين جراي. وده كمان يتماشى مع تصريحات كيفن فاجي الاخيره في معرض بيلي في الصين، لما اكد ان الاكس مين هيظهروا اقرب من فيلم دومز داي. Marvel is 90 years old. There are so many great female characters, and some of my favorite female characters are in a group called the X-Men, and the X-Men are coming up very, very soon. وده معناه ان كلامنا اللي بنتكلم فيه بقالنا شهور اتاكد دلوقتي، واتاكد ان فيلم سبايدر مان براند نيو داي هيكون هو البوابه لتقديم اكس مين عالم مارفل السينمائي، وعلى راسهم جين جراي. احب اقول لك كمان ان لسه منتشر صوره للفونك بوب ده اللي بيأكد ان باورز جين جراي هيكون لونها بينك، واكيد غيروا لون الباورز دي في الاعلان. وطبعا دي مش اول مره تسمع مني الكلام ده. وفي نفس حدث بيلي كيفن فاجي لمح ان يلينا بيلوفا ممكن تظهر في الفيلم قبل احداث افنجرز دومز داي. Fan of Yelena, wait until Avengers Doomsday. Yelena plays a big part in that. But if you don't want to wait until then, you might see Yelena a little bit sooner in the movie. والحمد لله الخبر طلع صح اهو زي ما قلت لك. اما الخبر الجديد بقى ان المشهد اللي هيجمع يلينا وبيتر هيكونوا فيه هما الاتنين سالت مالت. وما تسألنيش ازاي وليه، عشان انا مش عارف ومش فاهم اي حاجة. التيفي سبوت اللي بعديه بنشوف فيه بيتر موجود في احتفالية بسبايدر مان، والناس رفعوا لافتات حب ليه، وفي واحدة منهم مكتوب عليها جيت ويل سون، يا رب تقوم بالسلامة يعني. وطبعا انت شايف بيتر متشخرم قدامك اهو، واكيد السين ده بعد فايت كبيرة الناس كلها شافتها. وطبعا السين ده مش محتاج اقول لك انه ريفرنس من سبايدر مان 3 لتوبي ماجواير ساعة استلامه لمفتاح المدينة، ويجوز يا كبير يكون السين ده هو فعلا سين تسليم بيتر مفتاح المدينة زي ما شفنا كده في الاعلان الاول. والتيفي سبوت اللي بعديه بنشوف ان سبايدر مان بينقذ الواد اللي قدام العربية قبل ما تشيله، وده مشهد متكرر مع سبايدر مان توبي ماجواير شفناه كذا مرة في كذا فيلم. اما المشاهد اللي قدامك دي فدي حركات جديدة علينا كليا وما شفناهاش مع سبايدر مان توم هولاند في الثلاثية القديمة. والحلو في المشاهد دي انها فيها نفس روح سبايدر مان اندرو جارفيلد، تحس كده ان هما واخدينه ريفرنس ليهم في السوينجات. وده مش اي كلام يا حبي، دي حقيقة فعلا، عشان جيرمي تشين من ضمن فريق الفيجوال افكتس في براند نيو داي. وجيرمي تشين ده احب اقول لك انه كان مسؤول الفيجوال افكتس في شركة سوني، وكان مسؤول بشكل كبير عن افلام اميزنج سبايدر مان زي سي جي اي سبايدر مان، تصميم وتحريك الليزرد، مشاهد السوينج الفشيخه اللي شفناها في الفيلم. فكونك انك بتشوف حاليا مشاهد سوينج في براند نيو داي شبه سوينجات اندرو جارفيلد ده مش صدفه يا حبي، ده تخطيط ورؤيه من المخرج الرايق داستن دانيال كريتون. Here today to show us all that needles are nothing to be afraid of.
What? That's his cuticle. It's like a shell. Yeah, I'm not a spider. I'm Spider-Man. Man is the main part. Spiders have 3 life cycles. Have you shut up your old skin yet? It's probably spider puberty. What? No. Okay, kids, I gotta go fight bad guys. Eat your vegetables and stay safe. اما اخر اعلان نزل كان في مشهد لطيف لسبايدر مان داخل مدرسة وهو بيحاول يطمن الاطفال قبل ما ياخدوا التطعيم، لكن الاطفال بيسألوه عن جسمه وهل فعلا عنده جلد بيتغير زي العناكب او ممكن يعمل شرنقة حواليه، وبيتر بيرد عليهم وهو محرج جدا وبيقول انا سبايدر مان ومان هو الاهم. وبعديها بنسمع جملة ان العناكب بتمر ب3 مراحل من التغيير، والبنت الصغيرة هي اللي كانت بتقول كده. الجملة دي بقى بترجعنا مباشرة لأول إعلان لما اتقال إن العناكب بتمر بمراحل نمو مختلفة، ومن المفروض إن اللي كان بيقول كده هو كيث ديفيد اللي المفروض يبقى السيكريت فيلن بتاعنا ذات جاك. وفي نهاية المشهد بيتر شكله بيجري عشان وراه حاجة وبيقول للأطفال كلوا خضار كتير، والجملة دي تعتبر ريفرنس جامد من سبايدر مان 2 لما بيتر قال لطفل تقريبا نفس النصيحة. Eat your green vegetables. That's what my mom is always saying. وده يبين ان بيتر باركر توم هولاند بدأ يحصل معاه نفس اللي كان بيحصل مع توبي واندرو في الافلام بتاعتهم، ده غير ان هيحصل معاه عكس اللي حصل مع توبي ماجواير في سبايدر مان 2 زي ما قلت لك كده في الفيديو ده. لكن السؤال الحقيقي دلوقتي ايه هو المصدر الحقيقي اللي بيخلي بروس بانر يتحول لهالك بالشكل ده؟ وهل فعلا سيدي سينك هي جين جراي ولا مارفل لسه مخبيه مفاجأة كبيرة احنا منعرفش عنها حاجة؟ يا ريت تقول لي توقعاتك يا كبير واشوفك الفيديو الجاي يا ريس. وبس كده عزيزي المستمع، اتمنى اكون فدتك وسليتك شويه. ما تنساش قبل ما تمشي بتقول رايك في الحلقه في الكومنتس وتعمل فولو على حسب انت سامعني منين، ولو انت على اليوتيوب ما تنساش تبقى تعمل سبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات عشان يجيلك كل جديد، ولك كلمتين عشان فعلا بيساعد. كان معاك وريم حسوبه من حسوبه توكس. سلام.